Hakko. Let's read together and learn something new today. أهلا بيكم في الكورس الجديد بتاعنا Managing Quran Classes for English Speaking Kids. الكورس ده معمول مخصوص لكل قرآن تيتشر عايز يشتغل مع أطفال English Speaking. الهدف الأساسي إنك تعرف تدير Class Management صح في حصة التحفيز من أول Warm Up لحد Review وآخر Session. مش بس هندرس تجويد أو المعاني، ده كمان هنتعلم strategies تخلي الأطفال motivated طول الحصة ويحبوا يحفظوا. الكورس structured بطريقة professional من أول analysis لحد assessment، وكل موديول فيه tools عملية تقدر تستخدمها فوراً. هنتعلم إزاي نخطط الحصة ونختار teaching methods مناسبة لعمر 5 ل 12 سنة. لو أنت beginner أو intermediate teacher مش مهم، الكورس ده معمول ليك حتى لو خبرتك في teaching قليلة. هنتعلم practical skills زي إدارة الوقت، materials، وسلوك الأطفال بكل confidence. كمان هنعرف نتعامل مع challenges زي boredom، distraction، أو lack of focus بطريقة ذكية وفعالة. الموديولز 5، كل موديول فيه فيديوز، role play، worksheets، يعني مش بس هتتفرج، ده هتطبق وتشارك. موديول 1 Understanding your learners. أول حاجة هنتعلمها هي مين الأطفال English speaking دول وإزاي بيكونوا learners. هنتكلم عن child development و learning styles المختلفة، كمان language barriers اللي ممكن تواجهك وإزاي تتعامل معاها. هنتعلم cultural sensitivity ونبني connection مع الأطفال بطريقة طبيعية. في activity هتعمل My Class Profile Worksheet عشان تعرف أطفالك كويس، وفي كويز صغير تعرف تختار أفضل communication styles لكل طفل. الفكرة إنك تخرج من الموديول ده وإنت فاهم مين أطفالك وإزاي تخطبهم بطريقة ناجحة. موديول 2 Structuring the Quran Session. هنا هنتعلم إزاي نصمم الحصة بشكل engaging وممتع، من warm up ل revision، new آية، ولحد review. هنركز على setting clear learning objectives لكل session. هنوازن بين تجويد، meaning والmemorization عشان الأطفال يتعلموا صح. هتعمل activity تصميم class plan لمدة 30 دقيقة. كمان في downloadable template جاهز يساعدك تخطط كل session بسهولة. بعد موديول ده هتقدر تعمل أي قرآن كلاس من الأول للآخر بثقة ومنهجية واضحة. موديول 3 Class Management. هنا هنتعلم practical methods لإدارة السلوك والحفاظ على الفوكس. هنتكلم عن positive discipline versus punishment، يعني reward based learning مش خوف أو تهديد. وكمان إزاي تدير mixed ability groups بسهولة. هنركز على keeping kids focused وmotivated طول الحصة. في role play فيديو هتشوف teacher بتتعامل مع disruptive students بطريقة real life. practice task كتابة classroom rules بطريقة عملية وسهلة. بعد الموديل ده هتكون جاهز تتحكم في الحصة وتعرف تحافظ على الأوردر بدون تعب ولا ستريس. موديول 4 Motivation and Engagement. هنتعلم إزاي نخلي الميمورايزيشن ممتعة وملهمة للأطفال. هنستخدم stories و rewards عشان الأطفال excited ومستعدين يحفظوا. Interactive memorization games هتخلي الحفظ fun ومفيد في نفس الوقت. هتصمم activity قرآن stars reward chart لتحفيز الأطفال على الإنجاز. كمان في bonus resource 10 fun memorization games PDF جاهزة للاستخدام. بعد الموديول ده كل حصة هتبقى lively ومليانة energy، والأطفال هيحبوا الحفظ من غير ضغط. موديول 5 Communicating the message. هنتعلم نشرح القرآن values بطريقة simple English. Using examples و analogies هتخلي الأطفال يفهموا بسهولة وconnect مع المعنى. هنشجع الأطفال على reflection و asking questions بطريقة ممتعة وطبيعية. Activity إعادة كتابة شوية صورة meaning للأطفال من 7 سنين بطريقة سهلة وبسيطة. Final project تسجيل 5-minute teaching video عشان تختبر نفسك مع peer plus instructor feedback. بعد الموديول ده هتكون جاهز تستخدم الإنجليش ببساطة وclarity في أي كلاس. Assessment and Certification. الأسسمنت هنا مش بس امتحان، في quizzes بعد كل موديول، reflection journal، وأخيراً video submission. وبعد ما تخلص كل assessment هتاخد certificate of completion رسمي and valid. التعليم هنا practical، scenario based learning، videos real kids، English Arabic flashcards، و reflective journaling. Why this course is special?
الكورس ده مناسب لأي تيتشر عايز يكون confident مع الأطفال English speaking، سواء في مدارس إسلامية، أونلاين أكاديميز أو ويكند مدرسة. هتلاقي تولز واضحة وسهلة التطبيق. هدفنا إن كل حصة قرآن تبقى interactive وممتعة ومليانة learning opportunities. مع consistent practice هتلاقي نفسك teacher أكتر confidence والأطفال أكتر engagement. الرحلة دي هتخليك جاهز لكل سيشن وتحس بالفرق في كل كلاس تديرها. لو جاهز تبدأ معانا، تعالى جوين معانا وهنتعلم خطوة بخطوة، من planning لmotivation لeffective communication. معانا هتتعلم practical skills هتخلي كل قرآن كلاس تجربة ممتعة للأطفال وليك كمان كتيتشر.